دانك فين دانك؟ يا من انت كريم يا رب. الحمد لله الحمد لله. يس الحمد لله الحمد لله يا رب. انا جالي عقد عمل اخيرا يا بركه دعائك يا امي، وعقد عمل في المانيا. انا لازم امضي بقى. بسم الله. نعم. انت ايه اللي جابك؟ عايز مني ايه؟ لا مفيش. انا عارف اني باجي لك في اوقات حرجه. انت بتعمل ايه يا استاذ؟ انا جالي عقد عمل في المانيا زي ما انت شايف، ويعني وهمضي عليه. استنى عندك، انت عارف انت بتعمل ايه ولا بتمضي على ايه؟ ايوه طبعا عارف، رايح المانيا الحمد لله. انا مش بهزر معاك. انت هتشتغل فين؟ في مستشفى ولا في دار مسنين؟ آه وقبل ما تجاوبني، انت تعرف ايه عن المستشفى ولا عن دار المسنين؟ بصراحه مش عارف. امال هتمضي كده وخلاص؟ انت تعرف ايه الفرق بينهم اصلا؟ تعرف المرتبات عامله كام هنا وهنا، ولا طبيعه العمل، ولا مين فيهم الافضل، ولا مين فيهم فيه تطور مهني احسن؟ ثانيه واحده، هو انت هدفك تتطور ولا هدفك تستقر؟ برضه معرفش بصراحه، ولا انا كمان عارف. بس معتز عجموغلو عامل حلقه شرح فيها الفرق بين المستشفى وبين الفليجهاي، وازاي تاخد القرار اللي ممكن يغير حياتك ومستقبلك في المانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم. معاكم معتز عجموغلي، اخصائي تمريض وعايش في المانيا. وقبل ما ندخل في موضوع الحلقه، حابب اقول لكم ان الفيديو ده هيكون طويل شويه لاني هتكلم في الموضوع ده باستفاضه، بس اوعدك ان في اخر الفيديو هتكون قادر تاخد قرار مين فيهم الافضل ليك. وندخل في الموضوع على طول. انت كممرض بيجي لك عقد عمل، بيكون يا اما دار مسنين او مستشفى. واول حاجه تساعدك تاخد قرار هي انك تعرف الفرق بينهم كويس جدا من حد عايش هناك وخاض التجربه بنفسه وشغال فيهم وعنده خبره قويه في المجال. ودلوقتي هنبدا بالمستشفى، ودي غالبا احنا كلنا عارفينها، وبيكون فيها اقسام كتير، وبتبدا من الطوارئ لحد العمليات، وبيكون الهدف ان المريض بيدخل صاحي يطلع باذن الله متعالج. اما بقى دار المسنين فهو عباره عن فندق متوسط الحجم مخصص للإقامة طويلة الأجل، وبيكون فيه مغسلة ومطبخ مركزي ومطعم مركزي، وبيكون مجهز بالأدوات والمعدات اللازمة لتقديم الرعاية التمريضية اللازمة للناس المقيمة فيه. أنا فاكر أول يوم ليا لما اشتغلت في دار مسنين قابلت ممرض عربي زميل الله يجازيه بالخير، علمني كتير صراحة، هو أكيد بيشوف الفيديو ده، شكرا جزيلا. قال لي بص يا معتز، أنا هقول لك الخلاصة، الحياة هنا في ألمانيا مراحل، والناس اللي هنا دي في المرحلة الأخيرة بتاعتهم. احنا مهمتنا فقط ان احنا نحافظ على اكلهم وشربهم وعلاجهم ونظافتهم حتى يأذن الله بامره. قلت له ونعم بالله. طبعا انا اسف بقول لكم كده، ولكن هي دي الحقيقه بدون تجميل او بدون تزييف. طيب عشان نفهم الموضوع بشكل اوضح هقولها لكم ببساطه. الشخص الكبير في السن لما بيوصل لمرحله انه مش بيقدر يعيش لوحده ويخدم نفسه، ومن كتر الامراض فقد قدرته على تدبير شؤونه الخاصه، فبيقدر هو أو أحد من أقربائه أو الطبيب المعالج يقدم له على غرفة أو سرير في دار المسنين، وبيقدر ياخد معاه عفشه وأغراضه الشخصية والمستلزمات بتاعته ويكمل في الغرفة دي باقي حياته. أظن كده بقت واضحة شوية. أما بالنسبة للسلم الوظيفي للعاملين، ففي المستشفى بيكون فيه مدير أطباء، مدير تمريض، مدير أخصائيين، بيكون فيه علاج طبيعي، بيكون فيه أشعة، تحاليل، بيكون المعمل، بيكون الإسعاف، وجميع التخصصات. يعني زي في بلادنا كده بالظبط، مفيش اي اختلاف كتير. اما في دار المسنين فالتمريض بيلعب دور كبير جدا، وهو الدور الاهم والاكبر في تقديم الرعاية لكبار السن، وبيكون في عدد قليل من الموظفين، بداية من مدير دار المسنين، وده في الاصل ممرض ولكن معاه خبرة في الإدارة أو دراسات عليا في الإدارة وأصبح مدير للهاي. اللي بعديه بيكون مدير التمريض أو مديرة التمريض، وبيكون برضه شخص عنده خبرة كبيرة في الإدارة ولكن يشترط يكون معاه دراسات عليا في إدارة التمريض. ومن بعده بيجي مشرف الدور، ومن بعده بيجي أخصائي التمريض اللي هو حضرتك، وبعديه بيجي مساعد التمريض، وطبعا باقي التيم اللي هو النظافة والمطبخ والكلام ده. أما بالنسبة لمواعيد العمل سواء في المستشفى أو في دار المسنين فهم زي بعض، شفت صباحي ومسائي وليلي، ولكن في المهام بيختلفوا شوية. تعال نفهم مع بعض إيه الفرق. تخيل نفسك شغال في مستشفى في قسم الطوارئ، كل 5 دقايق بيدخل عليك مريض جديد، لازم تستلمه من المسعف، ولازم تركب له كانيولا وتسحب له تحاليل وتعمل له رسم قلب وتوصله على المونيتور، وبعدين تديله الأدوية، وبعدين ممكن يتصل عليك الطبيب ويقول لك ادي الهير مولر مسكن، ادي الفراو شولز مضاد حيوي. اما لو المريض هيتحجز في المستشفى بتنسق مع القسم اللي هيروح فيه علشان تحجز له غرفة او سرير. يعني ببساطة كده في معلومات كتير وفي برضه مسؤوليات كتير. تعال اديك مثال كمان.
لو انت شغال في قسم البطنة فانت هتستلم من 10 ل 15 مريض، وانت هتكون مسؤول عنهم مسؤولية كاملة، بداية من تحضير الأدوية، للتعامل مع الطبيب، للنظافة الشخصية، لتغيير الجروح، للتعامل مع المرافقين، للتعامل مع الزملاء، واستقبال المكالمات من الأطباء ومن الزملاء ومن أهل المرضى. يعني عندك حجم كبير من المسؤولية. هديك مثال حقيقي. في مستشفى أنا كنت شغال فيها في هامبورغ، شغال في قسم التخدير. بندخل المرضى، بننيمهم، بنركب كانولات، بنركب محاليل، بندخلهم العمليات، بنطلع من العمليات، شغل كده اليوم كله. في المقابل ليا صديق ليا في الفليجهايم بيقول لي أنا ببدأ يومي بإن أنا بجهز الفطار للناس المقيمة عنده، وبعدها بساعدهم شوية في النظافة الشخصية، وبعدها بديهم الأدوية، وبعدها بقعد شوية معاهم نتكلم. أما بقى لطبيعة العمل في دار المسنين أو زي ما قلنا الفندق، فبيكون الجو هادي خالص، بيكون فيه روتين، بيكون كل المقيمين عندك انت عارفهم، والناس ما بتتغيرش الا نادرا. انت بتكون عارف ان هيرمولر عنده السبت الجاي زيارة من ابنه، يوم الحد عنده ميعاد عند دكتور الاسنان، وبتكون حافظ الادوية وعارف ان في 5-6 محتاجين مساعدة في الحمام، و5-6 محتاجين مساعدة في الاكل، وغيرهم في اللبس، وغيرهم في النظافة. والشغل بيكون روتيني جدا، ومن قرب الاحتكاك بيهم بيخليك تبني معاهم نوع من العلاقات والتواصل اللي بيخليك تتعلق بيهم، وفراقهم بيكون صعب جدا. اما بقى بخصوص التطور المهني، في دار المسنين بيكون التطور بطيء جدا ومحدود. يعني ممكن توصل تبقى مشرف دور، او لو خدت دراسات عليا ممكن تبقى مدير التمريض او مدير دار المسنين، ولكن في اغلب الاحيان بيكون ده الحد بتاعك. اما بقى في المستشفى فبيكون فرص التطور كبيرة جدا، فممكن تعمل دراسات عليا في تخصصات كتيرة جدا، وتقدر تتخصص زي ما انت عايز، في العناية المركزة، في التخدير، في الطوارئ، انك تكون مدير قسم، انك تكون مدير تمريض، ممكن تتخصص في تبقى اخصائي جروح. يعني الباب مفتوح على مصراعيه، والتطور بيكون اسرع واوسع واقوى. ودلوقتي بقى نيجي للمرتبات، وهنا المفاجأة، وعكس ما تتوقع ممكن يكون المرتب في دار المسنين اكتر من المستشفى. يعني في دار المسنين بتوصل المرتبات ل 4200 يورو قبل الضرائب، اما في المستشفى بتكون من 3000 ل 4000 يورو، ولو معاك تخصص زي ما قلنا ممكن توصل ل 4500 يورو. ودلوقتي نيجي لجانب مهم جدا، وهو الجانب الانساني. بمعنى هل انت شغال الشغلانه دي عشان بتحبها، ولا شغالها كده وخلاص؟ يعني هل انت شغال الشغلانه دي عشان بتحبها فعلا، ولا واخدها كمصدر دخل، ولا فعلا عندك حب وشغف حقيقي؟ لما كنا بنتسأل زمان في المدرسة نفسك تطلع ايه يا حبيبي، كنا بنجاوب أجوبة تانية، واللي كان بيجاوب ممرض كنا بنسأله انت عايز تشتغل ليه في التمريض يا حبيبي، او عايز تشتغل ليه في الطب يا حبيبي، فبيقول والله علشان انا بحب اساعد الناس. فهل انت فعلا بتحب تساعد الناس ولا لا؟ مش عيب خالص انك تسأل نفسك السؤال ده دلوقتي وتجاوب عليه بصدق. انا صراحة عايز فلوس، انا صراحة حابب اطور نفسي في المهنة، انا صراحة حابب يكون عندي فقط مصدر دخل، أنا صراحة بدور على استقرار. كل الإجابات مقبولة، ولكن لازم تكون واضحة في ذهنك، لأنك لو هتشتغل في دار مسنين لازم يكون قلبك واسع وعندك طولة بال، لأن الناس اللي هنا دي مش فقط مرضى، دي ناس بتعيش آخر أيامها، ناس فقدت الحركة، ناس بتعتمد على غيرها في أبسط الحاجات، في الأكل، في الشرب، في اللبس. ولو ما عندكش رحمة حقيقية ومش مستعد تسمع شكاوي تافهة كل يوم، زي أنا ضاع مني جهاز السمع وهي لابساه، وتقعدوا تدوروا في الغرفة وفي الآخر تلاقيها لابساه، ولو مش قادر تتعامل مع ضعف البني آدم يبقى ده مش مكانك. أما بقى في المستشفى الشغل إنساني طبعا، ولكن الشغل بيكون برتم أسرع، والعلاقات هناك سريعة، مرضى بيتغيروا كل يوم، والتركيز كله بيكون على العلاج وعلى السرعة وعلى الدقة. فاللي بيدور على علاقات طويلة وروتين يومي واستقرار فهيكون دار المسنين أنسب ليه، واللي بيدور على أن يكون في المهنة دي محترف ويكون كل يوم في تطوير وفي تحديات يومية وتعليم مستمر، هتكون المستشفى مناسبة له أكتر. بس خلي بالك في شوية ملاحظات لازم تحطهم في عين الاعتبار، ألا وهو مش كل دار مسنين زي بعض، ومش كل المستشفيات زي بعض. يعني ممكن تلاقي دار مسنين الشغل فيه فوق الوصف، وبرضه في مستشفيات الضغط فيها فوق الوصف، وده على الأغلب في جميع أنحاء ألمانيا. في نقص في العمالة، ودي مشكلة مش هتتحل قريب. ودلوقتي بقى في شوية أسئلة لازم تسألهم لنفسك قبل ما تاخد القرار النهائي. هل لغة الألمانية قوية فعلا، ولا محتاج أبدأ في مكان لغته تكون بسيطة لحد ما أتطور؟ هل أنا شخص بحب النظام والتغيير والتحدي، ولا أنا شخص بحب الروتين والاستقرار؟ هل أنا جاهز جسديا ونفسيا أتعامل مع مرضى طوارئ محتاجين متابعة لحظة بلحظة، ولا محتاج أكبر دماغي وأخدم كبار السن في احتياجاتهم اليومية وخلاص؟ هل أنا هدفي أطور نفسي وأتخصص أكتر في المجال، ولا هدفي إن أنا بس أشتغل واستقر وأجيب أسرتي ويبقى عندي دخل كافي؟ وآخر سؤال،
هل أنا ممكن أتحمل فرق المرتب على راحتي النفسية؟ ودلوقتي خلاصة القرار، لو لسه في البداية ولسه لغتك مش قوية وعايز تدخل ألمانيا بأقل المخاطر وتبدأ تفهم الدنيا، ابدأ في دار مسنين. أما بقى لو لغتك قوية وطموحك عالي وعايز تطور نفسك بسرعة وتتخصص وتبني كارير حقيقي، يبقى تبدأ في المستشفى. يعني ببساطة كده القرار مش مين أحسن، القرار مين الأنسب ليك. ودلوقتي السؤال ده ليك، هل الضمير كان عنده حق يسأل كل الأسئلة دي؟ أحب أسمع رأيكم في التعليقات. ودلوقتي وصلنا لآخر الحلقة وأتمنى تكون استفدت. اكتب لي في الكومنتات رأيك إيه، وشير الفيديو ده مع أي حد ممكن يستفاد بيه، واعمل لنا لايك واشترك في القناة علشان ما تفوتش أي فيديو. شكرا، سلام عليكم.